سنة 1993 في الكويت الشرطة كانت بتداهم بيت واحد من أخطر المطلوبين في الخليج، بس المداهمة فشلت لأن كل مرة الشرطة كانت بتعمل مداهمة وتهجم على البيت وتدخل تفتشه ما كانتش بتلاقي ولا جرام مخدرات واحد ولا دليل واحد. والسؤال هنا ازاي راجل يتصف انه بابلو اسكوبار العرب يفضل 7 سنين يهرب من الشرطة وكأنه شايفهم قبل ما يتحركوا؟ والقصة مش عن تاجر مخدرات عادي، القصة عن شبكة كاملة كانت شغالة بدقة مرعبة. بطل قصتنا هو ابو حبيل، لو شفته في الشارع مستحيل تشك فيه، شكله بسيط جدا بيمشي وسط الناس عادي، لا حراسة ولا استعراض، بس الحقيقة انه ما كانش عادي خالص، ده كان مشغل شبكة كبيرة، شغل متخطط ومتنظم جدا، وكان عنده ناس منتشرة في كل مكان، ناس واقفة في الشوارع بتراقب اي حركة غريبة، وناس بتتابع العربيات اللي داخلة المنطقة، وناس قريبة من أماكن حساسة تقدر توصل له أي خبر بسرعة، وأي عربية شرطة كانت بتتحرك الخبر كان بيوصل له فورا. وهنا كانت الكارثة بالنسبة للشرطة، كل مرة يحددوا فيها ميعاد المداهمة الخبر يوصل له قبلها بساعات، وده كان كفاية جدا إنه ينقل كل البضاعة من البيت لمكان تاني ويرجع البيت كأنه فاضي تماما. والشرطة كانت بتدخل تفتش كل أجزاء المكان وما كانوش بيلاقوا أي حاجة ولا حتى دليل ولا حتى غلطة صغيرة. والوضع وصل لمرحلة إن بعض الضباط بدأوا يقولوا إن الراجل ده بيتعامل مع الجن، وفي ناس تانية قالت انه اكيد عنده حد جوه الشرطة بيبلغه بميعاد المداهمات، لكن ما حدش كان عنده اجابة مؤكدة. 7 سنين، 7 سنين نفس السيناريو بيتكرر، مداهمات فشل، مراقبة فشل، واسم ابو حبيل بدأ ينتشر بشكل مرعب. الناس بقت بتتكلم عنه كأنه اسطورة لدرجة انه لقبوه بابلو اسكوبار العرب، مش بس عشان كان بيبيع ممنوعات بل لانه بقى مسيطر على السوق بالكامل. الملف بتاعه بقى كابوس حقيقي للشرطة الكويتية لدرجة إن الموضوع خرج من إيد الضباط العاديين ووصل لأعلى مستوى، وصل لمكتب رئيس المباحث. رئيس المباحث كان قدامه ملف كبير في كل المحاولات اللي فشلت وكلها بتقول نفس الحاجة، الراجل ده مش شغال عشوائي. وهنا السؤال اتغير، مش ازاي نمسكه لكن ازاي نقرب له اصلا. رئيس المباحث فهم ان المشكلة مش في القوة، المشكلة في الطريقة، طول ما هم بيشتغلوا بنفس الاسلوب النتيجة هتفضل زي ما هي. فقرروا يعملوا حاجة مختلفة تماما. رئيس المباحث قرر يقرب من ابو حبيل بنفسه بس بطريقة مستحيل تتكشف. اولا بدأ يراقب حياته اليومية بالتفصيل، بيروح فين، بيقابل مين، مين بيشتغل عنده، والمراقبة كانت بالساعات واحيانا بالايام، لحد ما لاحظ حاجة بسيطة جدا لكنها ممكن تكون أخطر تفصيلة في القصة كلها. عامل أفغاني بيجي كل يوم في نفس الوقت، يدخل البيت ينظفه ويغسل العربيات ويرتب المكان وبعدها يمشي. وجوده كان طبيعي جدا لدرجة إن محدش بيركز معاه أصلا. لكن السؤال اللي غير كل حاجة، هل العامل ده هو المفتاح الوحيد عشان يقدروا يوصلوا لأبو حبيل؟ وهنا بدأت أخطر خطة ممكن تتعمل. أول ما رئيس الاستخبارات ركز مع العامل الأفغاني ده بدأ يفهم إن دي فرصة ممكن ما تتكررش تاني. الراجل ده بيدخل البيت يوميا، بيتحرك بحرية، والأهم إن محدش شاكك فيه. والفكرة كانت بسيطة وواضحة، يدخل بدل منه، بس التنفيذ كان محتاج دقة مرعبة. وأول خطوة كانت تغيير الشكل بالكامل، وأول حاجة عملها رئيس المباحث ساب دقنه تكبر لأسابيع لحد ما بقى شبه العامل الحقيقي. وبعد كده لبس هدوم بسيطة جدا قديمة شكلها يوضح انه عامل بيشتغل طول اليوم، بس التنكر مش مجرد شكل. بدأ يتدرب على طريقة الكلام، يتكلم عربي مكسر بنفس طريقة العمال الأجانب، بحيث لو حد سأله أي سؤال الرد يطلع طبيعي جدا. وفضل خطوة واحدة بس، ازاي يبعد العامل الحقيقي. ففي يوم استناه قبل ما يدخل البيت وناداه على جنب وقال له ببساطة ما تجيش هنا تاني. والعامل الأفغاني فهم ومشى على طول. وبكده ومن غير ما ياخد باله اتغيرت أهم قطعة في اللعبة. العامل الجديد وصل، بس في الحقيقة ده كان رئيس المباحث بنفسه. أول يوم بدأ شغله عادي جدا، مسك الخرطوم، غسل العربيات، مسح التراب، اتحرك بهدوء. فجأة أبو حبيل يظهر قدامه، وقف قدامه، بصله من فوق لتحت وسأله أنت مين؟ لحظات كان كافية تكشف كل حاجة، بس الرد جاله بسيط جدا، ابتسم ابتسامة صغيرة واتكلم بلهجة عربي مكسر، والله يا مدير صديق انا ياجي انضف، صاحبي سافر. وابو حبيب سكت بس عينه كانت بتفحصه بدقه. في اللحظه دي كان بيحلل كل حاجه، ممكن يكون عامل وممكن يكون جاسوس، لكن قرر يسيبه تحت المراقبه. ومن هنا بدات الاختبارات. وأول اختبار كان فلوس سابها قدامه، ولما رجع تاني بص عليها لقاها زي ما هي في نفس مكانها. وتاني اختبار، اوراق مهمه جوه العربيه، برضه ولا اي حاجه اتلمست، بس الشك لسه موجود. فقرر يعمل له اختبار اخطر، حط كيس فيه حشيش في مكان واضح. والفكرة بسيطة، لو العامل ده مخبر هيبلغ فورا. والعامل شاف الكيس، وقف لحظة وبعدين كمل شغله عادي جدا، ولا لمسه ولا بلغ. وهنا بدأت الثقة تزيد. بس الحقيقة ان العامل او رئيس المباحث زي ما قلنا كان فاهم اللعبة كويس جدا. لو بلغ القضية هتبقى تعاطي بسيط، لكن الهدف كان اكبر بكتير. كان لازم يستنى اللحظة الصح. وبعد 90 يوم كل حاجة كانت ماشية زي ما الخطة مرسومة، لحد ما جت فرصة غير متوقعة. في ليلة من الليالي كان عند أبو حبيل كمية ضخمة من الممنوعات،
كمية كافية تغرق السوق. كانت صفقة كبيرة ممكن توديه لمستوى تاني خالص، بس الصفقة اتعطلت، حصل تأخير فقرر يأجلها، وكان لازم يخبي البضاعة بسرعة، واختار مكان سهل، والمكان ده كان شنطة العربية. قرار بسيط لكنه كان أكبر غلطة في حياته. وتاني يوم العامل وصل كعادته هادي طبيعي بيشتغل، فتح شنطة العربية عشان ينظفها، وهنا شاف كل حاجة. أكياس كتير قدامه، مش كيس ولا اتنين، لا دي شنطة كاملة مليانة ممنوعات. أول ما فتح شنطة العربية وقف لحظة، بص جوه وبص حواليه، والكمية كانت كبيرة جدا، مش حاجة صغيرة تتعدى. أي حد مكانه كان ممكن يتوتر، بس هو عمل حاجة عكس التوقعات خالص. كمل شغله عادي جدا، مسك الخرطوم كأنه ما شافش حاجة، ولا لمس كيس ولا قرب. بس في الحقيقة إن اللحظة دي كانت نهاية كل حاجة، لأن الدليل بقى قدام الشرطة بشكل مباشر ومن غير أي استعجال. تم تحديد الوقت المناسب، والشرطة أخيرا اتحركت، بس المرة دي مش مداهمة عشوائية، دي عملية محسوبة. وبالفعل دخلوا البيت واتجهوا مباشرة للعربية، فتحوا الشنطة، وكل حاجة كانت زي ما هي، الكميات موجودة والأدلة كاملة. وفي اللحظة دي اتقبض على أبو حبيب المتلبس، وبعد سنين من الهروب ومن إنه دايما كان بيسبقهم بخطوة، وقع. والسبب غلطة واحدة بس، إنه خبى البضاعة في مكان سهل. القضية كانت واضحة جدا، مفيش إنكار مفيش هروب، واتحكم عليه بالسجن 15 سنة. لكن هنا القصة ما انتهتش، لأن بالنسبة لشخص زي أبو حبيل السجن مش النهاية، دي مجرد رحلة. عدت أيام وبعدها شهور، وفي يوم عادي جدا السجن كان ماشي بشكل طبيعي. الحراس كانوا بيعدوا على الزنازير واحدة واحدة، تفتيش روتيني، مفيش أي حاجة غريبة، لحد ما وصلوا لزنزانة أبو حبيل. بصوا جواها ولقيوا الزنزانة فاضية. في الأول افتكروا نتنقل لزنزانة تانية، لكن لما دققوا في الموضوع اكتشفوا الحقيقة. أبو حبيل اختفى، ومش لوحده، 6 مساجين كمان اختفوا معاه. 7 أشخاص خرجوا من السجن من غير ما حد يحس، من غير ما يكسروا باب ولا يحفروا حفرة ولا يسيبوا أي علامة. حالة استنفار حصلت فورا، كأن السجن اتقلب. تحقيقات مع كل اللي في السجن، ضباط حراس عمال، لكن مفيش أي دليل ولا حتى خيط بسيط. والسؤال رجع تاني بس بشكل أخطر، إزاي 7 مساجين يهربوا من مكان متأمن بالشكل ده؟ والأيام عدت والتحقيقات شغالة، ضغط كبير ومفيش إجابة، لحد ما حد خد قرار مختلف. بدل ما يدوروا في الزنازيل يدوروا في الفلوس. وفي الفترة دي راجعوا كل الحسابات البنكية لكل اللي شغالين في السجن. وهنا ظهرت المفاجأة، كان في حساب واحد فيه حركة غريبة جدا. في نفس يوم الهروب دخل مبلغ ضخم، أكتر من نص مليون دينار كويتي. بدأوا يدوروا على الحساب لحد ما وصلوا لصاحبه، والصدمة كانت تقيلة. رئيس السجن نفسه، أعلى مسؤول، هو اللي كان مسؤول عن التأمين، طلع هو اللي ساعد أبو حبيل في الهروب. وبعد التحقيق اعترف بكل حاجة، وقال إنه نسق العملية بالكامل، فتح الزنازيل وسهل خروجهم مقابل الفلوس، وهو أخذ النصيب الأكبر، والباقي اتوزع على باقي الضباط اللي شاركوا معاه. شبكة فساد كاملة جوه السجن نفسه. بعد ما هرب أبو حبيل ما اختفاش، بالعكس بدأ من الأول بس بشكل أكبر. وبعد ما هرب من الكويت راح إيران، واستخدمها كنقطة بداية، لكنه ما فضلش هناك كتير لأنه كان عايز يكبر شغله. فبدأ يتحرك بهويات مزورة لحد ما استقر في دبي، وبدأ من هناك يدير شبكته من جديد، وبقى يورد كميات ضخمة لكل دول الخليج، الكويت، السعودية، الإمارات ودول تانية. واسمه رجع ينتشر تاني بسرعة، واللقب بقى رسمي بابلو اسكوبار العرب. بس النهاية كانت خلاص مستنية. في الإمارات تم ضبط شحنة ضخمة جدا، مش شحنة عادية، دي كانت من أكبر الضبطيات اللي اتسجلت وقتها. الكمية كانت كبيرة لدرجة ان الموضوع تحول فورا لقضية امن دولة. واول حاجة حصلت ان التحقيق ما وقفش عند اللي اتقبض عليهم، بدأوا يمشوا ورا كل واحد لحد ما يوصلوا للي فوقه. ومسكوا اول شخص وبدأوا يسألوا عن البضاعة دي جاية منين. وفي الاول طبعا حاول ينكر طبيعي، لكن مع الضغط بدأ يتكلم وقال لهم اسم الشخص اللي اداله البضاعة. والشرطة راحت للشخص ده فورا، وبرضه قبضوا عليه. وبرضه كان بينكر في الاول، بس مع الضغط بدأ يتكلم وبدأ يقول اسم اللي فوقيه. والشرطة فضلت تكرر في نفس الخطوة، يمسكوا واحد ينكر، يضغطوا عليه يعترف، كل واحد يقول اسم اللي جايب له البضاعة، واحد يسلم واحد، لحد ما الموضوع بقى واضح، سلسلة كاملة كل واحد فيها مربوط باللي فوق منه، لحد ما وصل لنقطة مهمة جدا. في شخص واحد بس هو اللي ماسك كل الكميات الكبيرة دي، مش بيتحرك كتير، مش بيظهر كتير، لكن كل الطرق بتوصل له. والمفاجأة ان نفس الاسم بيتكرر في كل مرة، نفس الاسم في كل احتراف، نفس الشخص اللي ورا كل العمليات، والاسم ده كان ابو حبيل. ومن هنا التحقيق كله اتغير وتوجه لشخص واحد، لان الاسم ده مش غريب عليهم، ده نفس الشخص اللي هرب من الكويت. بس هو فين دلوقتي؟ ومن اللحظة دي الشرطة ما هجمتش على طول، لان اي حركة غلط ممكن تخليه يختفي تاني، فقرروا يلعبوها بهدوء. بدأوا يراقبوا كل حاجة حواليه من بعيد، ولقيوا أرقام كتيرة بتتكرر، نفس الأرقام بتظهر في أكتر من قضية حتى لو بأسماء مختلفة، لكن طريقة الكلام واحدة، نفس الأسلوب، نفس طريقة التواصل. وبعدين ركزوا على الفلوس، حركات تحويل بتحصل بشكل متكرر، مبالغ بتتنقل من مكان لمكان بنفس الطريقة كل مرة، مش بشكل عشوائي. وده نظام واضح،
كل حاجة كانت ماشية بنفس النمط، وده معناه حاجة واحدة بس، إن في شخص واحد هو اللي بينظم كل ده من ورا الستار، لحد ما قدروا يحددوا دايرة معينة في دبي، منطقة راقية ما فيهاش أي شبهة. وده كان جزء من ذكائه، كان عايش بشكل طبيعي جدا من غير أي تحركات غريبة، كل حاجة بتتم بهدوء وبهويات مزورة، وحياته شكلها نظيفة. بس تحت الهدوء ده كان لسه بيدير الشبكة. الشرطة بدأت تراقب المكان، مش يوم ولا اتنين، لا ده أسابيع. مين داخل مين خارج بيقابل مين، واحدة واحدة الصورة بدأت تكمل. في شقة معينة فيها حركة غريبة، ناس بتدخل وتخرج بسرعة، مفيش إقامة واضحة بس في نشاط. تم وضع مراقبة كاملة على الشقة وكاميرات من بعيد، وبدأوا يتابعوا شخص بيطلع منها بشكل متكرر. وبعد مقارنة الصور هنا كانت الصدمة، الشخص ده هو أبو حبيب، بس شكله كان مختلف شوية، كان مغير شوية في تفاصيل شكله. وهنا القرار اتاخد بالقبض عليه، بس في الوقت الصح. استنوا لحد ما يتأكدوا انه جوه الشقة، وتأكدوا انه مفيش حد ممكن يساعده يهرب. وفي يوم القوة وصلت بهدوء، وتم تأمين المكان بالكامل، مفيش دخول ولا خروج، وعملوا اقتحام سريع. وحرفيا أبو حبيب كان متفاجئ، لأنه ما كانش متوقع انهم يوصلوا له. واتقبض عليه من غير اي مقاومة، واتحكم عليه في الامارات ب 13 سنة سجن، وبعدها تم تسليمه للكويت، وهناك اتحكم عليه تاني 15 سنة على قضيته القديمة، و10 سنين زيادة بسبب الهروب، والمجموع كان 25 سنة. وبس كده خلصت رحلة الراجل اللي كان دايما سابق بخطوة.